السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة تفاصيل صغيرة. قد تحسم المباريات بالتفاصيل الصغيرة، وقد تحسم البطولات بالتفاصيل الصغيرة. نبدأ حلقة اليوم. ريال مدريد والريمونتادا. لازم في بداية أي مباراة مهمة لاعبو ريال مدريد في خلال الشوط الأول يتسببوا في هدف أو هدفين. في بعض الأحيان هذه الأهداف بتكون عن طريق الهدايا من لاعبي الريال نفسهم، ثم يضطروا في الشوط الثاني للعودة والريمونتادا، السيناريو اللي بيحبوه لاعبي ومشجعي الريال. في هذه الحلقة حنمر بصورة سريعة عن بعض الأنماط واللي بيقدموا فيها لاعبي الريال الهدايا للمنافسين، والتي في بعض الأحيان تسببت في أهداف وفي البعض الآخر تسببت في هجمة خطرة. ولنبدأ الحلقة بمشيئة الله. مباراة برشلونة الودية، اتعكست الكورة وكافامينجا يقوم بإخراج الكورة بالرأس إخراج خاطئ. تكلمت أكثر من حلقة من الحلقات السابقة، الكورة بالرأس ما بتطلع في وسط الميدان، وكأنه بيلعب باص للمهاجم وتلعبت الكورة وارتدت من العارضة. طيب ايه اللي بيحصل بعد نهاية المباراة؟ محلل الأداء بيقول لكافامينجا ما تعمل كده تاني، ولبقية اللعيبة ما تعملوا كده تاني. مباراة برشلونة في كاس السوبر، مندي بيلعب باص للوفاندسكي، بيجهز له الكورة ولوفاندسكي على الطاير في المرمى، تم إحراز الهدف. والناس ما ركزت مع مندي لأنه الريال فاز، وهنا دائما الانتصار بيغطي على الأخطاء. لكن محلل الأداء مفروض بعد ما انتهت المباراة يا مندي ما تعمل كده تاني، ولبقية اللعيبة ما تعملوا كده تاني. مباراة كاس اسبانيا ضد اتلتيكو، حارس المرمى لينو يقوم بإخراج الكرة أيضا إلى وسط الميدان وتعمل هجمة خطرة وتقرب إنه تكون هدف. محلل الأداء بعد المباراة يا لينو ما تعمل كده تاني، لبقية اللعيبة ما تعملوا كده تاني. في نفس المباراة روديجر يقوم بإخراج الكرة أيضا بالرأس إلى وسط الملعب وترتد وتعمل هجمة، كان ممكن الكرة دي تتلعب على الطاير. وبرضو المفروض بعد نهاية المباراة يا روديجر ما تعمل كده تاني. في نفس المباراة روديجر مصر يهدي الأتلتيكو هدف، فيقوم بتمهيد الكرة للمهاجم ويقوم بإحراز الهدف. بعد نهاية المباراة المفروض المحلل الأداء يا روديجر ما تعمل كده تاني، ويا بقية اللعيبة ما تعملوا كده تاني. مباراة الميريا ناتشو يقوم بتمهيد الكرة للمهاجم عشان المهاجم يقوم بإحراز الهدف. وبعد نهاية المباراة محلل الأداء يا ناتشو ما تعمل كده تاني، ولبقية اللعيبة في الريال ما تعملوا كده تاني. فهل يسمع لعيبة الريال كلام محلل الأداء ولا يستمروا في إعطاء الهدايا؟ تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.